تعرفوا إن قصة بو شلبي ما انتهتش لما رجعها أوضتها وليها جزء تاني أجمل وأحلى؟ كلنا شفنا آخر مشهد لما بو فتحت دولابها وقالت أوضتي، وده معناه إن شلبي رجع لها من تاني وقدر يجمع الباب بتاعها. فضل شلبي من وقتها يتردد على غرفة بو من وقت للتاني لحد ما أسرة بو بدأوا يلاحظوا إن بو بتكلم نفسها في الأوضة وصوتها بقى عالي، واعتقدوا إن هي بتشوف أشباح أو مريضة نفسيا، وعزلوا من البيت نهائي خوفا عليها. وطبعا محدش كان مصدق كلام بو الصغيرة لما قالت لهم إن ليها صحاب هنا في الدولاب. شلبي لما رجع الأوضة وملقاش بو كان فاكر إنها مسافرة وهترجع تاني، لكن غياب بو طال وبوخ لحد ما اكتئب وفقد الأمل في رجوعها. واللي كان وجع شلبي أكتر وأكتر إنه مقدرش يواجه أسرة بو بنفسه ويعرفهم حقيقة عالم المخوفتية، وإن بو ما كانتش بتكذب ولا مريضة، لكن خوفه من المواجهة ومن قوانين العالم بتاعه هو اللي ضيعها منه. مارد حاول بكل الطرق إنه يخرج شلبي من الاكتئاب ومعرفش، لدرجة إن هو صنع قناع سيليكون يشبه بو في ملامحها ولبسه علشان يقدر يعوض شلبي عنها. في البداية شلبي كان حاسس إنه مبسوط بوجود بو المقنعة حواليه، لكن برضه ده ما يعوضش غيابها، وفضل مكان في قلبه فارغ ومنتظرها حتى لو هترجع بعد 1,000,000 سنة. ما بطلش شلبي يزور غرفة بو من الوقت للتاني ويشيل منها التراب، لأن هو واثق إن هو في يوم من الأيام هترجعله وتفتكر صديقها الأول. أما بو فعانت كتير ويمكن أكتر من شلبي في الوقت اللي أهلها خدوها في بيت غريب. كل ليلة كانت بتفتح الدولاب تدور عليه وتنادي بصوت واطي علشان أهلها ما يسمعوش وتقول أوضتي أنا هنا، تعالى أنا مستنياك. لكن شلبي ما كانش بيرجع. بو صغر سنها افتكرت إن شلبي نسيها وبقاله أصحاب غيرها، وفقدت الأمل في رجوعه. ولأنها كل ما كانت بتجيب سيرته لأهلها أو صحابها كانوا بيتعاملوا معاها كأنها مجنونة، بطلت تذكر اسمه كمان لحد ما كبرت بو ودخلت الجامعة واندمجت مع الحياة الواقعية ونسيت ذكريات الطفولة بكل اللي كان فيها، لدرجة إنها وهمت نفسها إن كل اللي كانت بتشوفه في طفولتها كان مجرد أحلام مش حقيقة وملهاش أي صلة بالواقع. واتجوزت بو وجابت بنوتة نسخة منها في طفولتها. وفي ليلة سمعت بو بنتها بتضحك بصوت عالي في الأوضة، قلقت عليها ودخلت تتسحب على رجليها، وأول ما فتحت الباب لمحت ضلفة الدولاب بتتهز وعملت صوت. جريت على بنتها وسألتها انت كنت بتكلمي مين وبتضحكي؟ ردت بنتها ببراءة وهي بتشاور لها اتجاه الدولاب وقالت ده صاحبي شنشن هناك. بو ما صدقتش نفسها وهي بتسترجع ذكريات الماضي وبتسأل نفسها معقول كان حقيقة؟ معقول شلبي وشركة المخوفتية مش مجرد وهم من طفولتي؟ فتحت الدولاب بسرعة لكنها ملقتش حد، وتاني يوم الصبح قررت إنها لازم ترجع بيتها القديم وتتأكد بنفسها، وخدت بنتها ورجعت للبيت اللي كان مقفول من سنين. أول ما فتحت باب الشقة كان كل شيء متغطي بملايات بيضة وعليهم تراب كتير إلا أوضتها. أول ما فتحتها لقت كل شيء نضيف ومترتب كأنها لسه عايشة لحد دلوقتي. قلبها قعد يدق بسرعة وشافت الدولاب بيتهز قدام عينيها. خرج شلبي العجوز اللي كان شكله اتغير كتير عن زمان، لكن ما زالت عيونه شايلين الحب والحنية لبوه. ومن وراه ظهر نسخة من شلبي لكن صغير جدا في طول بنت بوه بالظبط. في البداية كان خايف من بوه اللي واقفة ودموعها بتنزل من غير ما تتكلم، لحد ما شاف بنت بوه داخلة وراها الأوضة وبتنادي على مامتها. لكن أول ما بنت بوه شافت شنشن ابن شلبي جريت عليه حضنته وهي بتقول لمامتها شنشن أهو يا ماما، شنشن صاحبي أهو. وبعدها شاورت بوه على شلبي وقالت لها وده يبقى أوضتي، أنا كان عندي حق. بس كده يا صحابي، خلصت القصة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات. سلام.